حبايب قلبي وحشتوني، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الأفكار الجميلة دي إن شاء الله تعجبكم. رسمت دايرتين من الكرتون وقصيتهم. الشخصيات دي عندي من السنة اللي فاتت. ثبت الرسم على الكرتون ورسمت الشكل الخارجي ليها. قصيت الشكل من الكرتون وسبت زيادة 1 سنتي. هعمل فتحة صغيرة في قلب الدايرة الكرتون اللي أنا قصيتها في الأول علشان أثبت فيها الرسمة. جبت قطعة من الاستيكر ثبت عليها الاسطوانة ورسمت دايرتين. هقص منهم دايرة كبيرة والدايرة التانية هقصها على مقاس الدايرة بالظبط. انا حابة اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي كتبوا لي التعليقات الجميلة دي، بجد فرحتوني، ربنا يا رب يسعد قلبكم. شلت غلاف الاستيكر وثبته على الدايرة الكرتون. الزيادة اللي حوالين الدايرة عملتها شرط عشان يبقى التقفيل معايا نضيف وشكله حلو. بالقطر عملت فتحة في قلب الدايرة. قصيت دايرة من قماش الخيامية وبحبة شمع ثبتها على الدايرة اللي انا غلفتها. ثبت طمطومة على الجزء الكرتون اللي انا قصيته وبحبة شمع حلوين هثبتها في قلب الدايرة. هحط الشمع على الجزء اللي انا سبته من تحت. وعندي شريط اللون الابيض ده هزين بيه الدايرة كلها. فاضل معايا الدايرة دي هغلف بيها القاعدة. وعملنا الاستندات القمر دي بحاجات كلها بسيطة موجودة عندنا بدل ما نشتريها غالية. انا عمري ما كنت هشتري كل الشخصيات دي، والله شكلهم قمر قمر قمر. ولو مفيش عندك فرع الشخصيات ده ادخلي موقع بنترست وحملي كل الشخصيات اللي انت حباها. اما فكرة الزينة التحفة دي انا معايا رسمة الفانوس دي محملها من موقع بنترست. ثبتها كده على ورق الفوم الملون ورسمت كل تفاصيلها. زينة الفوانيس الملونة دي انا كل سنة لازم اعمل شكل، بصراحة بتبقى تحفة وبتنور البيت. قصيت الشكل الخارجي للفانوس بالشكل ده وفرغت الاشكال اللي في قلبه. عندي فوم ابيض سادة ثبت عليه الفانوس ورسمت الشكل الخارجي ليه وقصيته. قصيت كل الفوانيس دي بالالوان اللي انا حباها. ثبت كل الفوانيس في قلب بعضها. لو مش حابة الفوم الابيض يبقى ما تقصيش قلب الفانوس، سيبي قلب الفانوس زي ما هو، بس اللون الابيض بينور الفوانيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت بواقي الفوم وجبت الاسطوانة رسمت بيها نص دايرة ونزلت لتحت ورسمت نص كمان. رسمت هلال ونجمة وقصيتهم. هنرتبهم بالشكل اللي احنا حابينه، رتبهم كده او كده. جبت شريط من الستان وثبت عليه كل الفوانيس بقوا معايا بالشكل التحفة ده. شكلهم هم متعلق على الحيط روعة. ممكن تثبتوهم كده من غير النجمة والهلال وممكن تثبتوهم بالهلال والنجمة بالشكل ده. يا رب تعجبكم. اما الفكرة الجميلة دي انا واثقة ان انتوا هتنفذوها. ده نص متر من الخيش، نزلت 20 سنتي بالمسطرة وقسمت المسافة نصين. وصلت كل النقط ببعض وقصيتهم على شكل مثلث. فردت الطبقتين عن بعض وبالشمع كده هاتني حرف الخيش عشان يبقى التقفيل نضيف. قصيت اجزاء من قماش الخيامية اللي معايا. مش شرط تقصوا نفس الاشكال اللي انا قصاها، ممكن تقصوا اشكال تانية. انا بديكوا الفكرة والاشكال اللي بتحبوها هتقصوها. وقماش الخيامية متوفر منه الوان كتير، مش شرط كمان اللون. ثبت كل الاجزاء اللي انا قصيتها بمسدس الشمع. الشمع بيثبت حلو قوي في الخيش. لو حابة تخيطيه خيطيه، كل ده بيتدرى بشريط التزيين. جبت شريط البومبوم ده وبدأت ازين بيه كل الحروف وكمان الاجزاء اللي قصاها من الخيامية هلف عليها كلها بشريط التزيين ده. التزيين ده راجع ليكي كل واحد وذوقه. لو عندك شرايط تاني للتزيين زيني بيها عادي.
خلاص انا كده خلصت الرنر، بقى جميل شكله تحفة، وهيجيب معاك السفرة كلها من اولها لاخرها. والله العظيم شكله روعة. الاضاءة بس اللي ظالمة الحاجات دي، لكن في الطبيعة جميلة. طبعت الصور دي من موقع بنترست، هنزين بيها القلل الجميلة دي. القلل دي صغيرة، انا كنت جايبة 2، وجبت حبة من دهانات الحوائط البلاستيك، وده لون هتجيبيه من عند الموان. حطيت نقطة من اللون صغيرة، ادتني اللون البينك الجميل ده، دهنت بيه القلة كلها. حطيت نقطة من اللون الجملي وقلبتها ودهنت بيها القلة التانية، بقوا معايا باللون الجميل ده. قصيت الصور اللي انا طبعاها، ده ورنيش مائي، دهنت حبة على القلة بالفرشة وثبت رسمة بوجي. هكمل دهان القلة بالورنيش المائي، هيديلها لمعة وهيغير اللون خالص، هيبقى شكلها تحفة. ثبت طماطم طمطومة وكمان بوجي على القلة التانية. الورنيش المائي ده طبقة حماية، هيثبت الرسمة في القلة، ولو جات عليها مية مش هتتأثر. ممكن تدهني منه طبقة او 2 أو 3. بعد ما نشفوا بقوا معايا بالشكل التحفة ده. هقص شرايط صغيرة من شريط التزيين ده، هثبته على بق القلة، وثبت كمان جزء في النص. الوانهم بقت تحفة وشكلهم بقى جميل قوي. وثبت كمان رسمة في الجنب التاني، رسمة فطوطة، والقلة التانية بسنت ودياستي. ديكور تحفة للأولاد، هيحبوه يفرحوا بيه. حتى البرطمانات اللي عندنا هتتزين وتفرح بقدوم رمضان. جبت قصاقيس الخيامية اللي عندي واخدت منها شريطة، ثبتها كده على البرطمان بالشمع. عندي الدانتيلا الفضي دي، هثبت كده على طرف الخيامية من فوق، وكمان في القاعدة هثبت شريطة بالشكل ده. بقى معايا بالشكل القمر ده، مفيش اسهل من كده. هفك غطا البرطمان واجيب قطعة من قماش الخيامية واثبتها بالشمع، وهقص الزيادة، وبنفس شريط التزيين هبدأ ألف على الغطا بالشكل ده. شكله بقى تحفة. ممكن نخزن فيه الدقيق أو المكرونة أو الرز، أي حاجة بقوليات كده في المطبخ. أنا عملت منه 2، شكلهم جنان. أما الفكرة البسيطة دي، الديكور هيبقى حلو قوي في المطبخ. ده طبق حلويات من اللي بيجي في الشوكولاتات، دهنته كده بالغيرة من غير ما اخففه. قصيت المربع ده من قماش الخيامية، انا قصيته عشان الدايرة الحلوة دي. ثبتها كده في قلب الطبق، ودهنت عليها طبقة من الغيرة علشان تثبت حلو في قلب الطبق. تنيت الأحرف بالشكل ده وثبتها كمان بالغيرة. بعد ما نشفت بقت معايا بالشكل الجميل ده، وغلفت كمان الظهر. زينتها بشريط التزيين ده، ممكن تستخدميها كده كعياشة لو انت حابة. انا جبت قطعة من رول المناديل وغلفتها بقماش الخيامية، وزينتها بنفس شريط التزيين. عملت منها 4، دول هنعملهم 4 رجول. هتبقى معانا قطعة ديكور زي الطبلية بتاعت اهالينا زمان. حطيت حبة شمع في كل واحدة وثبتها كده في ظهر الطبق، بقت معايا بالشكل الجميل القمر ده. الفكرة دي بسيطة، مش هتاخد معاكي وقت، اقل من 10 دقايق هتكوني مخلصاها. ده جزء من قماش الخيش، ومعايا جزء من قماش الخيامية، هقصهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. هثبت قطع الخيامية في الخيش ومسدس الشمع. الجزء المثلث مش هثبته كله، هثبته من على الجناب بس
زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه في القلب فاضي عشان الجزء ده هيثبت فيه الشوك والمعالق. هلف على الأجزاء كلها بشريط التزيين. الفكرة دي هنعملها على عدد أفراد الأسرة، وتنفع تتفرش مع الرانر اللي احنا عملناه في الأول. شريط التزيين هنا ثبته على قماش الخيامية، مش هثبته على الخيش علشان ما يقفلش معايا الفتحة اللي أنا عاملاها. هتوضح دلوقتي معاكم وانا هحط ايدي فيها. خلاص انا كده خلصتها، بقت مفتوحة. شكله هيبقى تحفة مع الرانر ده اللي انا عملته في البداية. ما تنسوش يا حبايبي تدعموني باللايك وترفعوا الفيديو عشان كله يستفاد. الفكرة دي سهلة وبسيطة، بس معلش الجزء الاولاني ما اتصورش. دي قطعة من الخيش وقصيتها على شكل مثلث زي ما انا قصيت في الرانر. كنت قصة كلمة رمضان كريم من الورق الذهبي ده، ثبتها كده في قلب الخيش. وقصيت شريط اسود من الفوم عملته على شكل مثلثات وثبته بالشكل ده. قصيت كمان هلال و3 نجوم كبار كده، ثبتهم كده في قلب التعليقة. وبعد كده قطعت نجوم بالقطاعة صغيرة خالص وهثبتها في التعليقة كلها بالشكل ده. وعندي الشراشيب دي كانت زايدة معايا من الستاير، هبدأ اخد جزء صغير منها اثبته كده في الطرف. وعلشان اعلقها هجيب حبل من الخيش وهبدأ ادخله في الجزء اللي انا تانياه من فوق. هجيب قطعة من الخشب صغيرة وهبدأ اثبتها كده في قلب التعليقة واقص الزيادة. خلاص انا كده خلصتها، بقت تعليقة جميلة. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم وتنوروني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.